هو ليه الاكتروس دي عامله 9 مليون جنيه؟ خليني اقول لك ان دي اكتروس ال الجديده موديل 2025 واحنا بنصور حاليا في مصر تحديدا اسكندريه. تعالى نتفرج على العربيه دي حته حته، بس خلي بالك ان العربيه دي اكتروس ال الديزل مش الفول الكتريك اللي هي الاي اكتروس اللي بتنزل كهرباء بالكامل. بالنسبه للاكتروس دي بالذات فهي مميزه حبتين، لانها 1963 نازله بمحرك ال 630 هورس باور اللي هو اكبر محرك في المحركات اللي انتجتها مرسيدس في موديلات الاكتروس كلها. بالنسبه للتصميم الخارجي فالاكتروس ال بتنزل بتصميم مختلف عن اي اكتروس انت شفتها قبل كده، والاختلاف الكبير هنا هو في الشبكه الاماميه اللي بتكون شبه مقفوله، واللي تعتبر تحول في تصميم الشبكه الاماميه للاكتروس دي عن الموديلات القديمه اللي كانت مميزه بشبكتها. بس للاسف ده خلى ناس كتير شايفاها زي الغساله. صراحه انا اول مره اشوف غساله ب 9 مليون جنيه، دي لو بتغسل ذنوب مش هتبقى بالسعر ده. بس مش ده المهم، لان لو جيت بصيت على التكنولوجيا اللي بتنزل في العربيه دي فهي تعتبر كتله تكنولوجيا ماشيه على الارض، وده مقارنه طبعا بالاكتروس ام 5 اللي لما نزلت كنا شايفين انها قمه التكنولوجيا. بس الاكتروس ال فيها بعض اضافات وتطورات تكنولوجيه اكتر من الام 5 اللي لو اتكلمنا عنها مش هنخلص. نيجي بقى النقطه للاسف انا هصدمك فيها، الا وهي ان الاكتروس ال هي ام 5. انت ايه حكايتك بقى؟ المقصود هنا انها مبنيه على نفس الشاسيه وفتيس ومكنه الام 5، ولكن مع بعض التعديلات والتكنولوجيا الزياده اللي بتميز الاكتروس ال عن اي موديل تاني. نبدا بقى نتفرج على العربيه من جوه، واللي حرفيا كاني داخل كابينه ام 5 شبهها بنسبه 90% في كل حاجه، من ناحيه العدادات وشاشه التابلو والميرور كاميرا وحاجات تانية كتير. بس الاكتروس ال من جوه بتكون افخم شويه واريح للسواق في المسافات الطويله. وطبعا الكابينه دي هي كابينه الجيجا سبيس اللي هي تعتبر اكبر كابينه في كباين الاكتروس الحديث. ولو جيت تبص لشكل الكابينه من ورا في الاكتروس ال فهتلاقيها حرفيا كانها اكتروس ام 4 او ام 5، وده لان الكابينه دي نزلت من اول الاكتروس ام 4 واستمرت لحد الاي اكتروس اللي هي الفول الكتريك. ولكن طبعا تصميم الاكتروس ده مختلف عن تصميم كباين الاكتروس القديمه. ونيجي بقى لاكتر سؤالين محلينك من اول الفيديو، ليه الاكتروس ال اللي عامله 9 مليون جنيه في حين ان الاكتروس ام 5 اللي قبلها بموديل بتكون مش اكتر من 4 مليون جنيه ده لو حر كمان؟ اما السؤال الثاني والاغرب، جيت ازاي؟